إعمال العقل هنا إنك تعمل مقايضة ذكية. أنا هسيب حقي في الدنيا عند اللي ما بيضيعش عنده حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أنا ياسر الطوخي وحل حياتك. عارف يا صديقي، الغل والحقد والزعل من حد ظلمك عامل بالظبط زي الشنطة دي، انت اللي شايلها على كتفك وماشي بيها، واللي ظلمك دلوقتي تلاقيه نايم ومقضيها ومزاجه عنب. انت فاكر انت لما بتكرهه بتعاقبه؟ الحقيقة انت بتعاقب نفسك، انت بتبوظ كيمياء جسمك وبتسرق نومك. النهاردة هنتكلم عن التسامح الذكي، ازاي تنظف قلبك عشان انت اللي ترتاح. علم النفس بيقول ان عدم التسامح بيخلي جسمك في حالة استنفار دائم، وبيعلي الكورتيزول وبيضعف المناعة، كأنك شربت سم ومستني الشخص الآخر هو اللي يموت. أما بقى في الروحانيات، ربنا عز وجل بيدينا عرض مغري جدا في القرآن الكريم: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إعمال العقل هنا إنك تعمل مقايضة ذكية. أنا هسيب حقي في الدنيا عند اللي ما بيضيعش عنده حق، مقابل إن ربنا يغفر لي ويديني راحة بال في اللحظة دي. التسامح مش معناه انك ترجع تفتح بابك للي اذاك، انك تقص الحبل اللي رابط روحك بيهم. تعالوا احكي لكم النهارده قصة ابو ضمضم. الراجل ده ما كانش عنده علم كتير ولا فلوس، بس كان عنده سر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه من اهل الجنة. فالصحابة استغربوا، بيعمل ايه ده؟ اكتشفوا ان ابو ضمضم ده كان كل يوم الصبح بيقول: اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادك. يعني ايه بقى؟ يعني يا رب، اي حد شتمني، ظلمني او اغتابني انا مسامحه، صدقة لوجه الكريم. تخيل عظمة العقل ده. هو قرر انه مش هيسمح لاي حد يفسد عليه صفاء يومه. هو تبرع بمشاكله لربنا ونام وهو في راحة بال تامة. ده مش ضعف، ده استعلاء إيماني ونفسي عن الصغائر. احنا بقى لو حد كسر علينا بالعربية ممكن نفضل نشتم فيه لحد ما نوصل الشغل ونحكي لزمايلنا ونرفع ضغطنا، وهو تلاقيه دلوقتي بيسمع مزيكا ولا على باله. يا صديقي، اللي يغلط فيك ارميه ورا ظهرك، مش عشان هو كيوت وما يستاهلش العقاب، لا، عشان أعصابك انت اللي غالية وما ينفعش تأجرها لواحد مستفز ببلاش. تمرين النهاردة اسمه تصفية الحسابات. غمض عينك وافتكر بس شخص واحد مضايقك. أنا فكيت الحبل، أنا مسامحك لوجه الله علشان قلبي يهدى. الخطوة هي: كرر الجملة دي لحد ما تحس إن وزن الشنطة اللي على كتفك خف. التسامح هو أستيكة بتمسح بيها السواد من لوحة حياتك علشان تعرف ترسم بكرة صح. أشوفكم الحلقة الجاية في خطوة جديدة للأعلى. حل حياتك، ولو حياتك حلوة الله يزيدك حالك.